اهلا بكم من امريكا مع ايمن. النهارده 4 اكتوبر، ده الميعاد اللي هيحصل فيه الالارم او اللي بيسموه نيشن وايد تيست. في ناس قالوا الكلام ده مش هيحصل، في ناس قالوا لي انت كلامك مش حقيقي، في ناس قالوا لي كلام كتير هبقول لكم عليه. بس تعالوا الاول نشوف هل الكلام اللي انا قلت لحضراتكم عليه في الحلقه اللي فاتت هيحصل ولا مش هيحصل، حقيقي ولا مش حقيقي. تعالوا نتفرج مع بعض. اهلا بكم من امريكا مع ايمن. انا بسجل لحضراتكم الفيديو اهو. انا في مكتبي دلوقتي اهو 4 اكتوبر. ده الالارت اللي حصل، هو ده بالظبط اللي حصل، وده اللي انا قلت لحضراتكم عليه في الفيديو السابق اهو. الصفارة اللي حصلت دي واللي مكتوب زي ما حضراتكم كده تحذير. ده حاجة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كلها اهو. A test for national wireless emergency alert. الهدف منه هو بس ان احنا بنحسن improving the alert and awareness capability of the federal state local and يعني ملخص ان هو بيقول لك احنا عاملين الالارت ده علشان بس ايه نحسن من اداء الخدمات بتاعتنا. الساعة كام؟ الساعة 13 18 دقيقة. 13 دي اللي هي الساعة 1 الظهر و18 دقيقة اللي هي بتوقيت جنوب أمريكا، يعني الساعة 2 و18 دقيقة بتوقيت شمال أمريكا. زي ما قلت لحضراتكم كده هيجي على الموبايلات، على التلفزيون، على كل حاجة. في ناس ما كانتش مصدقة الكلام ده. بس شكرا. أهلا بحضراتكم. زي ما شفتوا كده أنا في مكتبي وسجلت لحضراتكم بالظبط اللي حصل. تنبيه، تحذير عادي جدا بيحصل كتير، وبيحصل في تنبيهات بأشكال مختلفة بتحصل على موبايلات الناس في أمريكا. انا اتهاجمت كميه هجوم رهيب بعد الموضوع ده. يعني لما عملت الحلقه بتاعت امبارح ناس كتيره جدا 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 هاجمتني. فانا كان كلامي واضح يا جماعه، انا ما قلتش حاجه غير اللي انا قلته. الفيديو موجود بتاع امبارح، تقدروا ترجعوا له. زي ما قلت لحضراتكم ده حاجه عاديه خالص، ده مجرد تحذير خد ثواني. يعني الصفاره دي حصلت لمده ثواني، ما حصلش فيها اكتر من كده، ما كملتش يعني ثواني. حضرتك بتطفي البتاع. كل الهدف منه هو تحسين الخدمة بتاعة التحذير على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. زي ما قلت برضو في الحلقة السابقة، يا جماعة دي حاجة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ما جبتش سيرة أي دول تاني في العالم. في ناس مشكورة أفاضل يعني دخلوا قالوا لي أنت بتقول كلام مش صح، أنت بتقول كلام كذب، أنت بتعمل رعب للناس. طب يا جماعة لازم بس تبقوا فاهمين حاجة مهمة. القناة دي اسمها من أمريكا مع أيمن. القناة بتبث من أمريكا وموجهة للجالية العربية اللي موجودة في أمريكا. يعني احنا لما بنتكلم عن حاجات بتحصل جوه البلد دي، الهدف منها هو توعية الناس ونفهمهم عن الحاجات اللي بتحصل. فلما حصلت ان في ناس طلعت بفيديوهات عملت بلبلة وخوفت الناس وأذت الناس، طلعنا ووضحنا قلنا يا جماعة ده موضوع بسيط وعادي جدا. في ناس كانت بتعمل فيديوهات كتيرة جدا، انا حاولت الخص اللي اتقال في الميديا. فزي ما حضراتكم شفتوا كده الموضوع عادي جدا، ولا ليه اي تأثير، ولا ليه اي علاقة لا بأمصال او بلقاحات او بأي حاجة. هو عبارة عن بيسموه سيفتي تيست، تحذير من اجل السلامة. جايز ان اخواتنا في الدول العربية او في بعض الدول العربية مش واخدين على النوع ده من التكنولوجي. ده مش مشكلة ومش عيب، لكن العيب ان حضرتك تدخل تغلط في الناس او تكذب فيهم او تشتم فيهم وانت ما تعرفهمش. ناس كتيره جدا 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 الفيديو يعني كان عليه اكتر من نص مليون مشاهده. ناس كتيره جدا دخلت شتمت، وناس كتيره جدا تجاوزت. انا شلت كتير من الكومنتات اللي فيها اساءه. لكن بعد اذن حضراتكم، لو حضرتك تتفرج عليا من حته غير امريكا لازم تبقى عارف ان الكلام ده بيتكلم عن امريكا، احنا ما بنتكلمش عن اي حاجه تانية خالص. حبك لامريكا او كرهك ليها ملوش علاقه خالص بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. احنا بنقدم محتوى بيساعد الناس اللي عايشه جوه امريكا من ابناء الجاليه العربيه، لان ما عندناش محتوى باللغه العربيه على وسائل الاعلام الامريكيه تقدم الحاجات دي. فاحنا بنقدم معلومات بتساعد الناس على الحياه في امريكا. في ناس بتبقى مهتمه انها تعرف من بره امريكا، جايز بتفكر انها تنقل حياتها لامريكا، فطبعا اهلا وسهلا بيها، تتفرج وتحت امركم. بس لو حد بيتفرج على حاجه مش فاهم هو بيقول ايه، اتفرج انا قلت ايه الاول قبل ما تهاجم. يعني في ناس كتيره جدا دخلت هاجمت، سالتهم سؤال انت اتفرجت على الحلقه؟ قال لي لا. قلت له طب شوفها بعدين، رجع اعتذر لي. وهتلاقوا ده في الكومنتس كتير. بس anyway انا مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه، انا جاي اقول لحضرتك ايه اللي حصل النهارده.
ده ممكن يتكرر تاني من فيما، ممكن يتكرر تاني من فيما، ممكن يتكرر تاني من الجهات اللي بتهتم بسلامة المواطن في أمريكا. طبعا جدا ممكن يتكرر في أي وقت. فده حاجة عادية جدا. بحب أطمن كل الناس اللي بتتفرج إن دي أمور طبيعية خالص، ملهاش أي علاقة لا بأمراض ولا بلقاحات ولا بأمصار ولا أي علاقة بأي حاجة خالص. هي مجرد بيسموه كده ناشونال سيفتي تيست. دي المعلومات اللي عندي. في ناس بقى بتدخل حاجات في بعض، وفي ناس بتأول الكلام. انا الفيديو اللي انا عامله امبارح موجود، تقدر ترجعه وتقدر تتفرج عليه لو انت ما شفتوش. تقدر تشوف انا قلت ايه كويس، ولما شرحت طريقة الامصال بتتعمل ازاي. مش بشرحها علشان اربط ده بده، انا بقول ان في ناس قالت ان الموضوع الالارم ده مرتبط بالحاجات دي، والكلام ده مش حقيقي. ناس كتيرة كدبته. فمن فضلكم يا جماعة اتفرجوا على الفيديو قبل ما تحكم، قبل ما تهاجم، او قبل ما تسبورت. انت لو مش عاجبك الكونتنت اللي انا بقدمه، انا برحب بكل الانتقادات، خصوصا لو كان نقد بناء يعني، او هيفيد الموضوع في حاجه. لكن ان حضرتك تتجاوز ده شيء انا لا اقبله ابدا، ولا اي حد طبعا من حضراتكم تتقبلوه. ان يبقى في كومنت بشكل مش كويس، لان القناه دي الناس اللي بتتفرج عليها ناس افاضل، ناس محترمه. سواء كان من الرجال الافاضل او السيدات الفضليات. فما يصحش انك تكتب كومنت خارج او شيء لا يليق، انك ما تحبش طبعا حد من اسرتك لو بيتفرج على حاجه يشوف الفاظ شكلها مش كويس. انا شلت الحاجات طبعا الغير لائقه يعني. ودايما بنحاول نقدم الحقيقه لحضراتكم، او الحاجات اللي احنا بنعرفها. اتمنى يكون الموضوع بتاع الناشونال الارم ده واضح بالنسبه للناس. هو مجرد سيفتي الارم، ما فيهوش اي حاجه خالص. في ناس مشكوره قالوا ان هو حصل في دول كتيره في اوروبا، وبيحصل في دول كتيره في العالم. فاتمنى يعني اللي ما عندوش المعلومه يكون عنده المعلومه. تاني اجين باكد، انا لما بتكلم بقول الساعه 2 و20 دقيقه، هو حصل بالظبط 2 و18 دقيقه بتوقيت شمال امريكا. انا هنا عشان في جنوب امريكا، فحصل الساعه 1 و18 دقيقه بتوقيت جنوب امريكا. انا ما بتكلمش عن اي حاجه ليها علاقه باي حد من الدول العربيه، ولا كان في ناس قاعده مستنياني بعد الساعه. انا عارف في فرق توقيت بيني وبين حضراتكم حوالي 8 ساعات. في ناس قاعدين يقولوا لي انت عدى اهو اليوم وما حصلش حاجه، انت بتكذب. يا جماعه اديكم عندكم، ارجعوا شوفوا الفيديو من اوله تاني، اديكم عندكم الكلام. تابعوني في الحلقات الجايه ان شاء الله. هكلم حضراتكم عن حاجات كتيره جدا تخص الحياه في امريكا بس، ما بنتكلمش عن اي حاجه تانية، ولا بنتكلم عن اي دول تانية. اتمنى الفيديو يكون عجب حضرتك، ولو حابب تعرف معلومات عن امريكا وعن الحياه في امريكا، من فضلك تابع القناه. تقدر تعمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، تقدر تعمل فولو ولايك لصفحتنا على الفيسبوك من امريكا معي. اشكركم جدا جدا جدا، وكان معكم ايمن من امريكا.